تينه اخر اليوم، بس تينه واحده. مش عايزني اكل اقول لا لا ماشي هنضف انا. لا اديني بس فرصه. التجربة الإنسانية المرة دي كانت جميلة ومختلفة. وقفت مع 3 أشخاص على باب الله، وطلبت منهم أشتغل معاهم طول اليوم ويدوني أكل في آخر اليوم. وكل حد فيهم ساعدني باللي يقدر عليه، بكل هموم الدنيا والمشاكل اللي عايشينها. محدش يتردد أبدا إنه يساعدني باللي في إيده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: الخير في أمتي إلى يوم القيامة. عايز أقول لك حاجة بس عايزني يعني بس عشان أنا مش بشحت أولا، والله مش عايز أي حاجة ولا فلوس ولا أي حاجة خالص. يعني عشان أنا عارف نظرتك وعارف هتفكر في إيه. والله عارف، والله عارف. اسمعني بس، وبالله عليكم يعني حاول يعني تنفذ لي طلبي. أنا محتاج حاجة واحدة بس، محتاج إن أنا أقف أساعدك، وفي آخر اليوم اديني بس 10 تنات هاكلهم. على الله. هو اي نعم انا بسرح، مش عايز اي حاجه، هم 10 تين. انا فاهم حضرتك، انا بسرح حضرتك لغايه لما اخلص وراح احاسبه وانا بطلع مكسب. طب خلاص، انا هيبقى لا خلاص، عايز 5 تين بس. انت كل التين اللي انت عايزه يا عم. لا والله، ما انا بقول لك انا عارف هتفهمني. انا بسمعني بس. انا حصل لي ظروف. لا بالله عليك يا اسمعني انت يعني انت زي اخويا الصغير. اسمعني، انا بس حصل لي ظرف وانا مش عارف يعني يا باشا. انا كلنا بيحصل لنا كده. انا والله عايز يعني، انا والله عايز بس يعني بس خليني اشتغل. يعني انا مش هعمل حاجه انت هتقف بعيد، انا هنضف واخد 5 تين بس. يا باشا انت تاخد التين اللي عايزه. لا مش هعرف اعمل. انا ما بالله عليك عشان ما والله ما هقدر، والله ما هقدر. انا مش هقدر والله. انت ما تعرفش انا والله. انا فاهم حضرتك. انا بص، انا بقالي يعني والله اسبوع في الشارع ومتبهدل، فمش عايز، انا مش عايز حاجه، انا عايز بس اشتغل بشغلي. هي شغل والله دي. لا مش عايز فلوس والله. يا باشا انا عارف والله، مش عايز فلوس والله. عارف والله. يعني مش انت من نيتك تديني تين 6 و10 يا فندم. 6 و10. طب انت نيتك تديني تين؟ والله. طيب حلو ماشي، هنضف انا. لا اديني بس فرصه. انا مش عايز اضرب حد، انت اللي انت عايزه انا تحت. انت اسمك ايه معلش؟ انا عايز اساعد. طب اشيل حاجه، اعمل اي حاجه، اشتغل بلقمه عيش يعني. انا فاهم والله حضرتك. اكل بلقمه عيشي. اصل انت كده يبقى انا بشحت. لا يا باشا مش القصد والله انا بشحت. معلش لو اخويا الكبير او عمي معاه برضه فرش فاكهه هناك بيعدي عليا كنتيني وهو كده بيشحت. ما حصلش. ايوه انا عشان معايا فلوس يا فندم مش القصد والله. يعني انت زي عم لو معاك 200 جنيه وكلت تينه مش هقول تقول لي معيش فاكهه اقول لك ماشي يا باشا. طيب تعال كده كتير انت عايزه. طيب بص صلي على سيدنا محمد. انا كنت بعمل معاك تجربه انسانيه، كنت بختبرك هتديني ولا لا، وكنت بصورك والكاميرا اهي، وانت نجحت في الاختبار. والله العظيم ما عارف اقول لك ايه. ربنا ما عارف اقول لك ايه بجد. ماشي طلع بقى المايك. ازيك علوة؟ الحمد لله. عامل ايه؟ خير والله يا فندم. انا كنت بعمل معاك تجربه. لا بجد والله انا صدقت، بس صدقني كنت بختبر انت هتساعدني ولا مش هتساعدني. يا باشا انا كنت تحت امرك، بس انا كل قصدي مش عايزك تتعب. ربنا يبارك لك. خاطر ابويا في نفس السن. انا كنت لسه اسالك اقول لك انت ليه بقى ما خلتنيش اشتغل. لا انا بقول لحضرتك انا ممكن ما اشوف عم ابويا كبير بيشتغل في حاجه زي دي وما يرضونيش. يعني كبير السن ما يرضينيش يشتغل الشغلانه بتاعك دي. انا مثلا لو في فلوس هديك اللي انت عايزه، تين هديك اللي انت عايزه، وربنا بيرزق. يعني انت طول اليوم انت اصلا بتشتغل عشان تطلع بفلوس قليله جدا، برغم كده انت يعني بس فضلت الصراحه تساعدني. انت ما شاء الله عليك بجد يعني ما شاء الله عليك حبيبي علي. ربنا قول لي انت بتشتغل كام ساعه في اليوم اصلا؟ والله انا بطلع من 10 الصبح لغايه 2 بالليل. من 10 الصبح لغايه لما حسب الشغل ده يخلص. بس ده قصدي. انت بتاخد الحاجه من حد ولا حاجتك اصلا؟ هو انا باخد الحاجه من هو ابيع واخر اليوم احاسبه واطلع مكسبي. بس كده.
وماشي على الله. وماشي على الله، باعت ما باعتش اكل على الله. انت راضي عادي؟ الحمد لله. بجد؟ والله